لو معاك 10 مليمات الصقر النحاس 1980، بس تكون يا جماعة 10 مليمات مش 2 قرش. فدي سعرها يا جماعة غالي جدا، وبيبدأ سعرها من أول 10,000 جنيه، وممكن يعلى تدريجيا لو وصلت لحالة الأنصر ل50,000 جنيه. أيوة زي ما سمعت كده. وده هو يا جماعة جايب لكم فيديو للعملة في ايديا بالظبط، للناس اللي بتشكك وبتقول ان انت بتجيب لنا عملات مش موجودة اصلا. ادي العملة يا جماعة في ايديا هيت، ومواصفاتها 1980 و10 مليمات سنة 1400 هجرية. العملة ديت يا جماعة نادرة جدا ومش موجودة مع اي حاجة، مش العملات اللي هي بتتباع بالكيلو، دي عملة تانية خالص. 3.2 الوزن بتاعها، والقطر بتاعها 19 مللي، ومصنوعة من النحاس. ولازم يا جماعة مواصفات العملة كالآتي، العملة النادرة اللي سعرها غالي جدا مواصفاتها كالآتي: لازم الوجه يبقى عليه صقر زي ما انتم شايفين، صقر، ومصنوعة من النحاس، الخامة بتاعتها مصنوعة من النحاس. وفي الظهر مكتوب 10 مليمات لسنة 1980 و1400 هجرية. محدش يجيب اي مواصفات تانية. اي مواصفات تانية يا جماعة بتتباع بالكيلو ملهاش لازمة. زي ايه مثلا؟ يعني ما تجيبليش 10 مليمات الصقر سنة 1973، دي ملهاش اي لازمة، بتتباع بالكيلو. ولا ما تجيبليش 2 قرش 1980 بتتباع بالكيلو. او ما تجيبليش 10 مليمات مكتوب الواجهة المرأة الريفية بتتباع بالكيلو. العملة النادرة والمطلوبة لازم مواصفاتها كالآتي: تكون 10 مليمات سنة 1980، دي بالنسبة للظهر، و1400 هجرية، وعلى الوجه مرسوم رسمة الصقر زي ما انتوا شايفين، ومصنوعة من النحاس مش مصنوعة من اي معدن تاني. دي اللي سعرها يا جماعة غالي، ودي قطعة فيها خطأ صك وغالية جدا. سعرها بيبدأ من اول 10,000 جنيه، وممكن يعلى تدريجيا لو الحالة بتاعتها اتحسنت، وممكن يوصل لحد 50,000 جنيه بس لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. ودي نادرة من ما احنا هنشوفها بحالة الأنصر. أما القطعة اللي في إيديا وأنا ماسكها حاليا ديت يا جماعة سعرها بيعمله بتاع 10,000 جنيه، اللي هي 10 مليمات الصقر النحاس سنة 1980 وسنة 1400 هجرية. مش أي تاريخ تاني ولا أي نوع تاني ولا أي شكل تاني. كل العملات اللي موجودة في السوق يا جماعة عملات شعبي بتتباع بالكيلو، الكيلو ب 200 جنيه. العملات اللي شبه ديت بس مش نفس المواصفات بتتباع بالكيلو. كلام واضح باكد عليها عشان الناس بتغلبنا في التعليقات وبتجيب لنا قطع ملهاش اي لازمه. القطعه النادره يا جماعه مواصفاتها 10 مليمات الصقر ونحاس، ومصنوعه من النحاس سنه 1980، مش اي تاريخ تاني. 1980 متاكد، مش اي تاريخ تاني. العمله دي ايه اللي خلاها نادره؟ اللي خلاها نادره يا جماعه ان هي تم صك منها عينه تجريبيه بروفا، حوالي كلهم ما يتعدوش من 100 ل 500 قطعة بس اللي موجودين في السوق المصري. فعلشان كده طلب الهواة ازداد على هذه القطعة، وهو اللي خلاها سعره غالي جدا. القطعة يا جماعة مواصفاتها كالآتي: لازم وزنها 3.2، والقطر بتاعها 19 مللي، ومصنوعة من النحاس، والفئة بتاعتها 10 مليمات، ولسنة 1980، وعلى الوجه صار. لو عجبك الفيديو اعمل لنا اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيب لكم الحاجات النادرة اللي زي كده. اطلب من حضرتك تعمل لنا لايك للفيديو واشتراك عندنا في القناة لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعة عشان نجيب لكم كل النوادر والعملات النادرة اللي لها قيمة وتقدر تستفيدوا. فشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.